السلام عليكم. نحب نحكي على الإشكال اللي صار اليوم في قصر الرئاسة بعد بمناسبة اليوم الوطني لحرية الإنترنت اللي دعا لها رئيس الجمهورية السيد منصف المرزوقي. اليوم للأسف الشديد نحن كشباب شباب الثورة وبعض مشرفي بعض الصفحات على الفيسبوك كانت الصدمة من الأمس، لأنه بلغنا أنه تم استدعاء فقط بعض المدونين اللي عندهم مرجعية فكرية معينة، وتم إقصاء شباب الفيسبوك جملة وتفصيلا من المشاركة أو من حتى الحضور. في آخر لحظة تم دعوة ذو صفحات أو ثلاثة، رغم أن صفحات الثورة معروفة، يعني عشرات أو مئات الصفحات المعروفة مساهمتها الفعالة في الثورة من يوم 17 إلى يومنا هذا. فتم تهميش الصفحات هذه، ثم لما حضرنا كان الأساس على رئيس الدولة يسمعنا، يسمع مشاكلنا ويناقشنا، يشوف لنا حلول. كنا حابين نتلموا أكثر لفيسبوكر لبلوجر ونعاودوا نوحدوا أهداف الثورة الكل نتعاون عليها، ولكن ما راعنا للأسف الشديد اللي الناس اللي جابوهم باش يعملوا لنا المحاضرة هم ناس تقود مش في الثورة، الناس تقود في الثورة المضادة الآن. الناس ما يعرفهم حد من شباب الثورة، ناس ما عندهمش حتى علاقة بالثورة، وجاوا اليوم يعطينا في الدروس في الثورية في النضال. ولم يكتفوا بذلك، إحدى المناضلات بين قوسين الجدد، الموضوع هو اليوم الوطني للإنترنت وللمدونين، ما راعنا إلا تخرج على السياق حتى كالعادة تنقد الإسلام وتنقد شرع الإسلام وتستفز الإسلاميين. فما ناس قالت تدعو إلى تعدد الزوجات، وفما ناس تدعو إلى الجواري، فما ناس تدعو إلى مع الشذوذ الجنسي وتكره النساء. فأبدينا الغضب نتاعنا وأبدينا الاستياء نتاعنا، وثرنا على هذا معناها المهزلة اللي صارت واللي يتحمل فيها السبب الرئيسي رئاسة الجمهورية والناس اللي دعات إلى هذا اليوم الوطني. سوء تنظيم بالنسبة لي أنا مقصود، سوء تنظيم مفتعل للأسف الشديد، سقطوا في الفخ فيه. وكهو إن شاء الله ما عادش تتكرر. وبينا اللي شباب الفيسبوك اللي يتهموا فيه ديما موالاة للحكومة وشريطة الحكومة، اليوم في قصر الحكومة ثرنا على الحكومة، لأن الحق أحق أن يتبع. نحن مع الحق، لنا مع الحكومة، لنا مع المعارضة، مع الحق ومع أهداف تحقيق أهداف الثورة. السلام عليكم.